بس انك تقول لي هاي بيدا، هاي مش بيدا ابدا. هاي مش بيدا ابدا. هاي الشاورما هون بتتقدم بلبنان اما خبز عربي لبناني معروف او خبز مرقوق، بس انا اجى على بالي بدي اكلها مع الخبز الفرنجل. شو عامل؟ هذا بارون. بدي اضيف عليها توم زياده وحر كمان توم، هذا التوم الحر. وروح يا معلم. هاي العبطه كان متميز بخبزة الشاورما انه لا حط لك لا خبز لبناني ولا حط لك خبز مرقوق، حط لك خبز فرنجي. بس هل بالمناقيش هون كاتب لك بالمنيو صاروخ جبنه؟ على فكره هذا مش صاروخ جبنه، هذا بيدا. هاي اللي انتم شايفينها، هاي المثلث هيك بتشوفوها عنده بالمنيو، هاي بيدا. هاي بيدا تركيه، تمام؟ هل هو متميز فيها ولا لا؟ الجبنه شو حاطط؟ نوع جبنه هنشوفها. حاطط الجبنه اللي بيحبوها اهل لبنان. بس اسالني على البيدا التركيه، لا هي مش هيك. البيدا التركيه الجبنه بحطوا معها انواع جبنه مختلفه تماما. طيبه مش طيبه؟ هاي طيبه، اوكي، بس انه لان احنا متعودين عليه هون بلبنان. بس انك تقول لي هاي بيدا، هاي مش بيدا ابدا. هاي مش بيدا ابدا. هاي اما الطبق اللي ما حدا بيقدر يتنافسوا فيه، هاي هي العجينه الرقيقه، كفته او لحمه بعجين. شفت عليه تقييمات يعني انه هو مش هالقد، يعني مقارنه ببارون اللي ببرج حمود، بس لا برضه اياها. بارون اللي بخلده لا قدم. محل كبير، محل واسع، جربت عنده البيتزا، كل شيء جربت عنده طيب. الشاورما بانواعها، بالخبز العربي، بالخبز الفرنجي، بالخبز المرقوق، كلهم طيبين. البيتزا شيء ثاني خطير. هون بدي اكل انا هلا. طلع لك شو ورقه. روح هذا مطعم بارون حبايبي، حتى لو انظلم ببدايته بالجوجل ماب، بس انا للامانه ما دقت عنده شيء ما عجبني صراحه للامانه، وانا بشهد له. وانتو حبايبي وانا صادق معكم.